السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناة اليمن الإماري والحمل العصافير. تعالوا نشوف الحاجات الحلوة النهاردة والمفاجآت. ما شاء الله تبارك الله. ده الفيديو اللي احنا كنا مصورينه امبارح، وهي كانت النتاية عليها بيضة. ادي النتاية اهي، ونفس الشكل ونفس الحجم ونفس تنزيل الجناحات عليها البيضة التانية. ما شاء الله حطت البيضة الأولى اهي، وبتبتدي تلم القش اهي عشان يبتدوا يحضنوا ويبتدوا ايه يرقدوا عليه اهو. الحمد لله، ما بنقولش حاجة غلط، وما شاء الله اللي احنا قلناه او بننفذه هو وعمله. ما شاء الله كان عليها امبارح، كان كسر عليها، وكان في الفيديو كمان كانت باينة التكسيرة. وانا بصور القفص التاني كنت بصورهم بيكسروا على بعض. ما شاء الله دلوقتي بيضت البيضة وبيلموا القش وتمام التمام، مفيش اي مشاكل فيها. ادي اول بيضة اهي ما شاء الله. هتبتدي بقى تحضن وتعمل الداير بتاعها، بحيث ان انا ايه بحيث ان هي ايه تقوم جايه ايه راقدة عليها. انا بقى اعمل ايه اما باضت كده؟ طبعا المكان ده مش عاجبني انقله، لا غلط. امسك البيضة كل شوية امسكها ابص فيها، لا غلط. كل شوية اقوم من على البيضة ابص فيها، لا غلط. الحاجات اللي احنا طبعا متعودين عليها الصح، اللي انا شفناها باضت خلاص حطينا لها قش تاني ماشي مفيش مشاكل. طمنا اللي هي باضت البيضة الأولى تمام ما فيهاش كسر ماشي. البيضة التانية باضتها ما فيهاش كسر ماشي، يبقى نسيبها بقى براحتها لحد ما ايه تطلع إن شاء الله. عايز برضك بعد 10 أيام تبتدي تكشف على البيضة مفيش أي مشكلة. بص تلاقيها مثلا رايقين الاتنين واحدة وواحدة. الاتنين فيهم زغاليل غمقوا مع الرقين دم. كل الحاجات دي تمام خلاص، سيبها بعد 10 أيام. غير كده بقى لو رايقين لا ترميهم تبتدي تسيبهم ايه تشوفوا بقى المشكلة في الذكر. تبتدي اذا كانت جربتوا بطن او اتنين رايقين ماشي تغيروا، ما لقيتش كان مثلا بطن وبطن مفيش اي مشاكل تجربوا تاني. تبتدي بالعلاج بعد البطن التانية في الروقان بتاعه. طبعا ما شاء الله الحمد لله. ادي اول جوز باض اهو. هجيب البيضة التانية ان شاء الله بامر الله بكرة، برضك هنصورها مع بعض. نشوف المفاجأة التانية. اليمامة دي طبعا ما شاء الله مطلعة أول زغلول. هتقول عرفت ازاي؟ لسه وانا بحط لهم الخلفة اهي بخلفهم من شوية. لقيتها ما شاء الله قشرة البيضة في نقطة المية. ادي أول زغلول طالع، وادي البيضة التانية ايه نقرة. ما شاء الله تبارك الله. ده لسه يمكن طالع قول من ساعة كده عشان لسه بينشف من عرق البيضة اهو. ما شاء الله تبارك الله اهو. ادي الزغلول اهو. طبعا هنعمل ايه؟ طبعا بنطمن على الزغلول لما يطلع والزغلول التاني، وبعد كده نسيبهم برضك براحتهم. ما نمسكهمش كل شويه، ما نقومش النتايه من عليهم كل شويه، ما نقلقهاش. وادي الكلفه قدامهم ميه بزياده. بيبتدوا ياكلوا وياكلوا الزغلول. ويبتدوا ياكلوا هما بعد كده، بحيث ان احنا ما نقللش الكلفه عشان ما يضعفوش طبعا وبياكلوا الزغلول، عشان تلاقي بعد كده انتاج. ما شاء الله تبارك الله. الزغلولين اللي تحتهم هم شدوا حيلهم شويه وبيبتدوا يقربوا على الاكل اهو. اهو ما شاء الله تبارك الله. برضه طالعين شربهم امهم وصحتهم كويسه، والزغلولين قد بعض. وادي الزغلول ده بيبتدي ياكل لوحده اهو. طبعا مش هستعجل على نقله عشان لسه برضك بطش لسه صغير، ينشف بس شويه وابتدي ايه انقله. دول برضك ما شاء الله تبارك الله. الزغاليل بدأت تنشف اهي، بس لسه برضك في سن الاحمر. وده عينه كده خفت اهي ما شاء الله، اللي كنا مصورين فيها فيديو قبل كده وكانت عينه وجعاه. الحمد لله ما شاء الله عينه تمام، بس الناحية التانية يعني. دول طبعا لسه النقل عليهم شوية، لسه بطش لسه صغيرين مش شداد قوي، عشان ما استعجلش عليهم في الساعة دي. طبعا هما بياكلوا لوحدهم، وابوهم وامهم بره بياكلوهم. ما استعجلش عليهم لحد ما ايه ينشفوا شوية وكده. ابتدي ايه انقل فيهم وانقلهم في قفص، لا اما في قفص لوحدهم لا اما ايه في نفس المستوى بتاعهم، عشان ما احطهمش مثلا مع جوز شغال مع شباب قافله. كل ده هتلاقيهم زموا عليهم مثلا ضربوهم او قعدوا يضربوا فيهم لحد ممكن يتعوروا وممكن لا قدر الله يموتوا. فاحنا في غنى عن الحاجات دي كلها اهو. بنقر اهو بيبتدوا بالذره العويجه، وهم صغيرين كده ممكن ياكلوا ايه اكل عصافير. ذره عويجه، قمح. مثلا لو في علف كده مطحون كده بيبتدوا ينقروا فيه الحاجات الصغيرة كلها، بحيث ان هما ايه بيبتدوا لسه ايه في التنقير. والدكر ده كان هيكسر على النتاية اهو برضك، بس عايزين يتفصلوا لوحدهم.
ده طبعا موسم التزاوج يا جماعة. موسم الشتاء ده بيبقى موسم التزاوج، كل النوتي بتبقى زايفة وكل الدكورة بيبقوا زايفين. انت حاول بقدر المستطاع اللي انت توفق اجواز في فصل الشتاء ده في فصل الصيف. طبعا بيبقى مستني كل الموسم. بصوا يا جماعة اما تكون النتاية عليها بيضة زي وريتها لكم امبارح، تبقى معدتها نازلة كده وما شاء الله واكلة، جناحاتها بتبقى نازلة اهي، وظهرها عند ثبت ظهرها في الاخر كده بتبقى ايه عالية شوية. دي بتبقى عليها لا اما بيضة لسه طرية بتتكسر عليها، لا اما بيضة ناشفة بتبقى ايه بيضاء. وطبعا بيجهزوا العش اهو بحيث ان هما ايه يلفوا الداير بتاع العش بتاعهم ويظبطوا حوالين البيضة لحد ما ايه تبيض البيضة التانية وتبتدي ايه ترقد. واحد برضك كان سألني سؤال بيقول لفة العش عندي وقاعدة مش عايزة تبيض خالص، كل شوية تلف العش وتفركشه وتقعد، تلف العش وتفركشه وتقعد. دي بيبقى فيها سببين او ثلاثة بالكتير. اول سبب ممكن تكون لسه ايه شابة ما جهزتش، ممكن تكون بتجهز عنقود البيض، ممكن تكون دي لا قدر الله دي تكون ايه قطع بيض، تبقى مثلا عجوزة او كبيرة او هي سنت ما فيش منها رجل اللي هي ايه تبيض، تبقى اسمها عطال اللي انت ممكن تحضن تحتها اي بيض تلاقيها رقدت عليه عامل زي الحمام بالظبط. هتقول لي اليمام واليمام برضه. طبعا هي بلطة هنا يا جماعة ما يعني ايه في اي مكان بعيد وزيد في الحوار ده بالذات سيبها في مكانها، اوعى تنقلها في اي مكان تاني. هي بلطة هنا هتستريح وهتلاقي منها انتاج في المكان ده. طبعا الجزء اللي لسه مطلع ده برضك انت لو عايز مثلا تلاقي الزغليل بصحة كويسة وكده، في اضافة كده مع الكلفة فلارس بيلكم بتاع اكل العصافير، الفراس بتاعت العصافير برضه دي هتلاقوهم برضك ايه بيعملوا زغلول صحة كويسة وبيدفيهم في الشتاء وكده، فيها سعرات حرارية البيلكم والفلارس مع الكلفة طبعا اللي هي كلها برضك بروتينات، الذرة الصفراء والذرة الرقيقة والقمح والبسلة والعلف والعدس وبعض يعني الذرة والحاجات زي كده، دي بتبقى مليانة برضك ايه بروتينات وحاجات وإفادة ليهم. لو محدش عايز يجيب برضك مش مشكلة. في ناس برضك واحد كان بيسألني ينفع احط عيش مبلول، كلفة غليت ينفع احط عيش مبلول بنفس الكلمة كده، كلفة غليت احط عيش مبلول، قلت له مفيش اي مشاكل بس مش باستمرار، يعني يوم عيش مبلول يوم خلفة، يوم عيش مبلول يوم خلفة، يومين عيش مبلول يوم خلفة، الحاجات دي كلها برضك ايه كويسة ما فيهاش اي مشاكل فيهم مش هتلاقيهم. لكن انت ما تثبتش على اكل معين او حاجة معينة بحيث ان انت مثلا ايه حاطط لهم مثلا عيش مبلول النهارده او اقضيها بقى الاسبوع ده كله ايه عيش مبلول، لا ما ينفعش كده برضك، العيش برضك بيسمن وكده بلاش نكتر منه. يعني عايز تاكلهم عيش مبلول باستمرار مفيش اي مشكله، وبرضك عشان ما من الجوع ما ياكلوش عيش كتير وابتدي ايه يتلكموا وتلاقي معدتهم مثلا ايه حجرت كده والعيش برضك ممكن يضرهم، فبلاش يعني خفافي كده يوم ويوم يومين ويوم الحاجات دي. ويا سلام بقى الاحلى والاحلى اللي انت تنشف العيش ده وتكسره تخليه صغير خالص كده بيبقى ليه افاده اكتر من المبلول. مبلول مثلا ليه اضرار شويه اللي هو ايه بيبقى طري وكده يعطن ولا حاجه ويكبس المعده، لكن العيش الناشف طبعا حلو ليهم وحلو معدتهم بيبقى خفيف على المعده مش زي العيش المبلول بيبقى تقيل. وطبعا اول ما تحط له مثلا العيش المبلول اللي يخلصوه تقوم جاي شايله على طول، عشان لما بيساب بيقفوا عليه ويكبسوه وساب يعملوا حمام عليه وبيعفن طبعا من الخميرة اللي فيه وما ينفعش ياكلوه. دول طبعا داخلين على شغل كده، الذكر اهو بيحنن النتاية، ممكن ترميلهم برضك قش وقعوا كله حطولهم قش تاني. وده ذكر ازاي على النتاية التانية اهي. اخد الذكر ده احطه مع النتاية الذكر اهو، احطه مع الذكر اللي مش عايز يعمل معايا انتاج خالص ده اهو، نحط ده هنا. نجرب بحيث ان احنا ايه
نجدد كده دم ونشوف الدكر ده هيعمل ايه مع النتاية دي. انا غيرت كذا حاجة بصراحة لسه منتجوش معايا، فنجرب كده. يجي هنا يمكن ياخد له نتاية ونبتدي ايه نظبط له نتاية كمان، مفيش مشكلة. متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.